يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. تعالوا بقى النهارده عندنا شويه جمبري يستاهل بقكم. شويه جمبري بقى وسلطه ورز ابيض وعليهم بقى صوص خطير، صوص تحفه هيعجبكم جدا. شايفين شكل السلطه؟ فيها كل مكونات، يعني حاجه كده تشبع وصحيه وزي الفل. تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجه هبتدي عندي الكورن بتاعي كده، هبتدي ان انا اقشره خلاص وانضفه كده من الشعيرات اللي فيه دي. وبعدين هجيب سكينة وهبتدي ان انا هفرط الذرة ده بقى. عارفين هفرطه؟ بصوا بقى هينتشر في المطبخ كله، مقولكوش. يعني انتي هتعملي كده بالسكينة وتلاقيه منتشر كده على الرخامة بقى وعلى البوتاجاز وحاجة هيصة. يعني مش قوي كده زي ما انتوا شايفين، بس كده شايفين ازاي؟ ابتدي فرطت اهو، ولم بقى نلم اللي اتبعتر مننا. بس هجيب بقى شوية طماطم كده برضو اقطعهم مكعبات. انا قلت ابتدي بالسلطة واحطها في التلاجة. تمام، نقطعها كده مكعبات صغيرة. الذرة بقى ده زي هديله كده شوية كده خفيفة في الطاسة من غير اي زيت طبعا، من غير اي حاجة، ياخد لسعة الشوي كده بس. تمام تمام، عايزة تسلقيه اسلقيه براحتك. يبقى عندنا الذرة الصفرة، وعندي طماطم مكعبات صغيرة. برضو عندي بصل هنا هقطعه. كل حاجة في السلطة مكعبات صغيرة. تمام، بس مكونات السلطة دي يا جماعة تحفة تحفة تحفة، طعمها خطير جدا. خلاص، هي أكلة مكسيكي أصلا، يعني أكلهم بصراحة تحفة. ومنها برضو تعرفنا على أكلة جديدة وتغيير. عندي هنا شوية كزبرة كده اقطعهم برضو صغير. مش بقول لكم مكونات السلطة دي مغذية وتحفة وطعمها حلو قوي قوي. فلفل برضو كده زي ما اتفقنا هنقطعه كله مكعبات صغيرة. تمام كده، تمام. خلاص، نجيب فلفل تاني عشان دول طبعا مش كفاية اهو تغيير. عندي بقى فاصوليا حمرا كمان زي ما انتوا شايفين. فاصوليا حمرا دي جاهزة بصراحة، يعني كانت اللي هي معلبة، بس شطفتها من المية بتاعتها وصفتها وحطيتها مع السلطة. الذرة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة. لا لا، بص سلطة يعني لو كلتوها دي بس كده برافو عليكم. خلاص كده قفلت معاكم اليوم. يبقى مكونات السلطة عندي ذرة، وعندي فاصوليا حمرا، وعندي بصل وفلفل اخضر وكزبرة. كزبرة بقى هم بيموتوا في الكزبرة، اديها كزبرة خضرة ها. تمام، وايه تاني، وطماطم. هنا حطيت عليهم توم باودر على السلطة، توم باودر وعصير ليمون وزيت زيتون. وقلب بقى، بس انا ما حطيتش الملح عشان عارفين لسه بقى هعمل الجمبري والرز والحاجات دي والصوص، فمش عايزه الحاجات دي عشان انا مقطعاها مكعبات صغيره ممكن تجيب ميه كتير، وانا عايزاها لا تحتفظ كده كل حاجه زي ما هي وما تتبلش. فحطيت بس التوم الباودر وزيت زيتون وعصير ليمون. تمام تمام، هغطيها واحطها في التلاجة. الملح هبقى احطه بعدين. تعالي نعمل الصوص بقى الخطير بتاعنا ده. عبارة برضو عن كزبرة خضراء، مش بقول لكم هما بيحبوا الكزبرة الخضراء، بيموتوا في الكزبرة. كزبرة خضراء كمية بقى على حسب الصوص اللي انت عايزاه. وعلى فكرة الصوص ده جنب المشويات والحاجات دي تحفة خطير بجد. يعني عاملة فراخ مشوية، عاملة شيش طاووق بتاع نوع سلطة جديد، يعني هيعجبكم قوي. كزبرة خضراء، وعندي زبادي، زيت زيتون، وعندي هحط الملح
فلفل اخضر بقى حامي، هالابينيو طبعا هما بيحطوا، انت حطي بقى على قد ما بتحبي الحامي حطي، بس الصوص ده ياكل كده جنب الاكل خطير. عصير ليمون، تمام، توم، بس كده خلاص خلصنا الصوص. يبقى الصوص عبارة عن كزبرة خضراء، زبادي، توم، عصير ليمون، زيت زيتون، فلفل اخضر حامي. الله 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 يا سيدي، مشطشط بقى وايه، تحفة. اوكي، الجمبري بقى بتاعي انا جايباه بقى مفرز عشان ما اقعدش بقى ايه انضف بقى القشر ومش عارفه ايه، لا رحت جايبه كيس كده جاهز بيني وبينكم عشان نخلص من الغدا ده. انا هنا بستعمل بهارات التاكو. بهارات التاكو لو ما عندكيش تاكو خلاص ممكن تحطي مثلا بابريكا مدخنه، تحطي البهارات بقى اللي انت بتحبيها، بصل باودر، توم باودر، بجد هتبقى تحفه. يعني ما تتأيديش بهارات التاكو لو مش موجوده متوفره يعني خلاص، بس انا ايه عندي الباكت كده جاهز رحت حاطه عليها بس كده. تمام، هنبتدي بقى ايه، خلاص خلصنا الجمبري بتاعنا زي ما انتم شايفين، حطيته في الواك كده وهي سخنه بس خلاص. هبتدي بقى اغرف بقى الاكل بتاعي التحفه ده، قلت اعمل لهم بقى اشكال وحركات بقى. هو اصلا بصوا بيتغرف ازاي، يعني اهو دلوقتي انا بحط الملح زي ما قلت لكم، هديها تقليبه بقى. اصلا بصوا بيتغرف ازاي، بيتغرف بطريقه غريبه جدا. بتحطي الرز خلاص، وفوقيه الجمبري او السلطه اي حاجه فيهم قبل يعني، وبعدين بقى بتحطي الصوص على الوش كده كله لخبطيطه يعني، عارفه بيبقى طبق كده. فقلت لا يعني برضو يعني المنظر انتوا عارفين بقى العين لما تبص على الاكل في الاول يعني تفتح نفسك على الطبق، تقفل نفسك من الطبق يعني على حسب بقى. ف... فلما تشوفي الطبق كده منظم وشكله حلو وفيه الوان وكده يفتح نفسك على الاكل. لكن انا اغرفه زي ما هما بيعملوا الرز الابيض وبعدين عليه الجمبري او الفراخ او يعني ايه اللي محطوط عليه، يعني فراخ او لحمه او جمبري، وعليه بقى سلطه وعليه صوص كده، احس ان ايه لخبطيت. هما بقى العيال يلخبطوه زي ما هم عايزين، بس اهم حاجه يعني ايه يعني ان هم اول ما يبصوا على الطبق كده يشوفوا شكله عامل ازاي يوريه تمام. شايفين الطبق شكله عامل ازاي، الصوص بقى حطيت بقى على حسب ما هم يحبوا يحطوا، لانه زي ما اتفقنا ان هو سبايسي، فمش كل واحد بيتحمل ليه درجة سبايسي معينة ياكلها. فحطيته كده يعني الصوص على جنب بحيث ان هم يحطوا ايه، هم بقى ايه راح لخبطوا بقى كل ده عملوا ميكس. المهم يا رب يكون الوصفة عجبتكم النهاردة، اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية، باي.